بصوا ما شاء الله، بصوا اللهم بارك. بصراحة ربنا لو ما كنتش عاملاها بايدي دلوقتي حالا ما كنتش هصدق ابدا انها نوتيلا مش اصلية. بصراحة الطعم يعني خطير خطير. ماشي، محتاجة عشان اعمل النوتيلا بتاعتي محتاجة كوباية الا ربع لبن، نص كوباية من الزيت، كوباية الا ربع سكر، نص كوباية من اللبن النيدو، ونص كوباية من الكاكاو، وعايزة شوية فانيليا، وعايزه تقريبا معلقه كبيره من البندق. لو ما عندكيش بندق خلاص ما تحطيش خالص وما تقعديش توجعي دماغك. ممكن تحطي البواكي اللي هي بتاعه النسكافيه دي اللي هي بنكهه البندق، هتديكي حاجه قريبه قوي قوي من الطعم يعني. ماشي، دلوقتي هاخد البندق احمصه. اسهل طريقه عشان تحمصيه حطيه في الميكروويف 3 4 دقايق بالظبط، وبعد كده سيبيه يبرد. وبعد كده هقشر القشر اللي فيه ده، وبعد كده هطحنه في المطحنه اهو. هحطه في الميكروويف شويه صغيره. اهو حمصته في الميكروويف، سبته كده لغايه 3 4 دقايق كده، وهسيبه بقى يبرد، وبعد كده هقشر البواقي القشر اللي فيه دي واحطه في المطحنه. هحطه في المطحنه اهو. اهو طحنت البندق، بصوا اداني قوام كده يعني، قوام طري شويه ومدي ومزيت كده شويه، مدي على زيت شويه. تمام. وفي الخلاط هنا هنزل بالزيت اول حاجه، واللبن والكاكاو واللبن البودره والسكر، وهضربهم بقى مع وهنزل بالبندق اللي انا طحنته اهو، وهكمل طحن بقى في الخلاط اهو. وهتشغلي الخلاط شويه وتطفيه شويه، يعني شويه وشويه، عشان ايه ما يبقاش تقل على الخلاط فيسخن منك اهو. شغلي شويه وتوقفي شويه. تمام. هضيف شويه فانيليا اهو، واكمل ضرب بالخلاط. بصوا ما شاء الله، بصوا اللهم بارك. بصراحة ربنا لو ما كنتش عاملاها بايدي دلوقتي حالا ما كنتش هصدق ابدا انها نوتيلا مش اصلية. بصراحة الطعم يعني خطير خطير. البندق اللي احنا حطيناه حمصناه بصراحة فرق في طعمها جامد قوي، يعني حاسة ان هو قربت قوي 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 من طعم النوتيلا الاصلية. والقوام ما شاء الله، يعني ممكن تحطيه في التلاجة شوية، حطيه في برطمان وحطيها في التلاجة، هي هتتقل معاكي اكتر. اهي بصي جميلة جميلة جميلة. انا هحطها في برطمان واشيلها في التلاجة دلوقتي.